مساء الخير يا متابعين يا مشاهدين، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ جانورك عم ناكل الخيار وعنجور. تفضلوا تعوا ناكل سوا. عنجور طيب كثير والله. إيه طيب ولا عنجور؟ اي والله. ده سوي مخلل عنجور كمان كثير طيب. عنجور مخلل كثير طيب. اي والله يا ابني، كله نعمة كريم. هالاسبوع بتشوفي الفيديو ان شاء الله مخلل. هالاسبوع بدنا نروح نجيب فليفلة كل شيء، يعني الخضراء. يوم العطلة راح نروح على سوق الهال. بدك بص مخلل. اي والله الله دني سيف مخلل طيب. مخلل ومحمرة ما؟ محمرة كمان بدي اسوي بإذن الله. ان شاء الله ضلنا طيبين ان شاء الله يا رب. واهلا وسهلا فيكم يا متابعين يا مشاهدين، والله يوفقكم والله يسعدكم. نية السلامة. يشفي عنكم سؤال يعني بدكم تسألوا اكتبوا، بعدين بنرد على سؤالكم. واهلا وسهلا فيكم يا متابعين. صحتين وهنا. على قلبكم كمان. بنمسي عليكم بالخير يا اهل الخير. نحن بهالفترة مقصرين معكم، عم تطلبوا منا كتير فيديوهات، ما في مجال ما في وقت. ان شاء الله بالعطلة هذا راح نبلش فيديو ورا فيديو على طلبكم. منهم بدي يعرفوا طريقة اللبن، منهم كبة، منهم شو كمان محاشي ومخلل الى اخره. يعني ان شاء الله هالاسبوع رح نبلش فيديو ورا فيديو، واذا عندكم اي اسئلة فيكم تسألوا، رح نرد عليكم بفيديو انا والميمة. رح نسهر هيك ان عملنا قاعدة ونقعد ونرد على تعليقاتكم كلياتكم. وتفضلوا حدا عنده اي اسئلة. امين. الله يوفقهم. الفيديو الله يسعدهم. الفيديو هي حبينا نصور لا انه تأخذونا يا مشاهدين يا متابعين، اهلا وسهلا فيكم والله. حبينا نصور هذا الفيديو ونشارك معكم اكلات الصيفية. جارونك عنجور كتير طيب بحبه انا. جانورك. الخيار البلدي تازة وزاكي كتير. الفيديو خاص للأسئلة فقط، فيكم تسألوا أي شيء حابين تعرفوا شيء. إن شاء الله وقت يصير مجال رح نرد عليكم، مثل ما فيكم تسألوا شو ما بدكم، شو حابين تعرفوا، شو حابين نعمل نقدم، شو حابين تتعلموا الطريقة، أي طبخة أي وصفة. تفضلوا علقوا، نحن بنرد عليكم بفيديو فردا فردا. تكرم عيونكم. رح نخصص بس فيديو لحتى نرد على تعليقاتكم بشكل عام. يعني فيكم تسألوا أي شيء وإن شاء الله رح نرد. أي والله. صحتين وهنا. على قلبكم يا رب. أنا من النوع اللي ما بحب الصيف أبدا. والله بس أنا بيجي الصيف عشان عنجور آكل عشان بس أنا آكل. تماما بحب الصيفية. إيه والله. مشان هاي الأكلات طيبات كتير. والله بحبها كتير. بسوريا كله نعمة كريم يا ابني. كل يوم لازم نقعد ونسهر على هيك أكلات مع فول أخضر، عفوا حمص أخضر. إيه والله. أوه يعني شي طيب. والله طيب يا ابني. أكلات الصيفية طيبة والله، خاصة المخللات. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ألف حمد وألف شكر يا ربي. الحمد لله دائما وأبدا. إيه والله يا ابني. الخالة هون رح تحضر العجة بهالفيديو. إيه طيب يا عجي والله يا ابني. الله يسعدك.
ما شاء الله ما ضل. أو عصافيري يا طيري هدول غيرت لها القفص. شوف يا جماعة الباب مفتوح، هاي رح افتح الثانية كمان بس ما عم بيطلعوا، قليل يطلعوا. مفكرين الحرية فخ. ايوه لانه تعودوا على القفص، تعودوا. يا جماعة هذه الخلاط شي نوعية ممتازة جدا، خاصة للبقدونس. فيكن تفرموها بثانية، صاروخ. شو بدك شو بدك. هيدي الأنثى. ماذا تريدين؟ بدكم شي للأكل؟ والله شكلهم عم بيطلبوا شي للأكل. تماما تماما تماما. يبا هاي اللي بإيدك. هاي هاي. شو يا عيوني؟ شو بدك؟ عجب جوعاني. هاي الأنثى. لا في عندهم أكل بس هن متعودين ياكلوا فواكه وإلى آخره يعني. ما في. سلم ايديكي. هاي قاعدة ما قبيلك. تفضلوا يا مشاهدين يا متابعين. شو تفضلوا هذا؟ يا مشاهدين. الله يزيد فضلك. تعالوا شاركونا بهالبركة. اي والله. سلم ايديكي. ابني الله يسلمكم يا ولادي. صحتين وانا. والله العنجور طيب، بدها ملح شوي. اي والله. هنا احكي لنا شي ايام زمان. اي شي هيك، شي زمان، نصيحة، شغلة. أول يا ابني كانوا ولادي صغار كلياتكم، والله كنا مبسوطين يا ابني. كان أبوكم يفيق الصبح الساعة 5، هو بروح على شغله، بنام. كان بفيق ولادي كانوا صغار 7 6، بفيق بساويلن حليب، بنظفه، بطبق البيت. ايه بعدين شوي شوي تصير الساعة 10 11 أروح على البازار، أروح على سوق الخضرة. على سوق الخضرة. عنا بحلب شيء مقصود بازار سوق الخضرة. كنت أروح على السوق، أروح أشتري أغراض البيت وأجيب. إذا كان في معي تليفون كنت بدق لأبوكم يجي يساعدني يعني بالأكياس، كان يجيب سيارة ويجي. أي والله.
اوقات ادق له اوقات ما بدق له. كنت انا بشيل هالاكياس ما شاء الله. كان اولي كل شي رخيص يا ابني. كنا نعبي الكيس الخيار ليرتين كان. يا بلاش بتذكر. لا. كنا ناخد مثلا بندورة 5 كليات 7 كليات. كنا ناخد يعني كمية. اخد كان يجوا احطهم كلهم انظفون كلهم طبقون حطهم بالبراد. ابوك بروح ساعة 5 يجي ساعة 10 12. اي والله. وتاعي نطفي اطبخي وضيوف والبيت. ايه دنيا. هلا دنيا سهلة. هلا صار سهلة. هلا في حفوضات بيعطوا ببرونات لأولاد. يا أولي ما كان هيك. كنا نغسل غسل بإيديكم. لك يا ابني. هلا الدنيا صار كويس. دنيا. بعدين شويش شويش أبوك اشتغل جاب لي غسالة عادية. كنا صغار ما. ايه لكن كنت صغار. ايه كان يجيب الغسالة العادية الشاط كنا ننبسط. لكن يا حرام. لكن أولي كان هيك يا ابني. يشتري الغسالة وغالي الغسالة كانت. يعني ب1000 1500 مثلا كان بيحكي. هذاك الوقت تماما. لكن الحكي شويش الحكي من 25 سنة يمكن لكن ولا من زمان كنت أكثر. صغار. 30 سنة. لكن 30 سنة. اي والله. بعدين ابوكم اشتغل شويش عمار سوى لنا حوش شويش. ولادي كمان عم يكبروا الحمد لله. وبعدين انتقلنا رحنا على حوشنا. ابوك فتح مكتب عقاري وجاب غسالة توماتيك لالي. كان غسالة توماتيك غالي. LG. ايه أول غسالة وقتها. ايه. كانت جديدة والبراد لا تبعها. البراد كان نيسان. ايه بس بابين الغسالة نيسان. LG وقتها. ايه. والغسالة كان جاب لي البراد والغسالة وقته. الغسالة ب60,000 والبراد كمان ب60,000. بتذكر هاي كان عمري تقريبا ب13. كان جاب لي لا، الغسالة والبراد 120,000. 120,000 وقتها. ايوه. بعدين شويش وقتها كانوا كل الجيران والقرايب يجوا يغسلوا عنا ايه. غسيلات. كان ما كان يجوا بتذكر. يغسلوا. ايه. بعدين شويش قرايبينا كمان اشتروا. جيران اشتروا. اي والله. الحمد لله لهلا. ايه وبعدين بعدين عفنا كل شيء ورانا وجينا لهون. لا دا الغسالة ولا دا البيت لا دا العمار لا دا الحواش لا دا الشيء. الله يعطينا والصحة والعافية. امين. احكينا شو صار بالتفصيل شوي. ايش بدي احكي هدوة. كيف هيك صار حرب وطلعتي؟ شو صار معك وقت طلعتي؟ كيف ضعتي؟ شو صار معك؟ لكن ضعت يا ابني وقت صار الحرب. وقت صار الحرب خلينا هون. ايه. وقت صار الحرب اي والله هدول تقتلوا. صار في مشاكل بين الكراد وبين العرب. بين البقاري. مو العرب، بقاري. تمام. البقارة. تمام. ايه. ووقتها قتلوا مرة كردية اسمها قله. الله يرحمها. يرحمها ويرحمنا يا رب. بعدين اجى ابوك على البيت كان هو بالحلاق. انا شفت ان الاولاد كله عم يبكوا والنسوان عم يعيطوا. قلت ايش في يعني ما بعرف ايش في ايش صاير يعني. ايه والله. بعدين اجى ابوك قال يلا
وين اولاد؟ صحي لاولادنا نطلع وين؟ على البضيعة. لكن صار لك وين بدنا نروح؟ ما كنت صرت فيك يعني صار فيك وين بدنا نروح يعني؟ ايه ليش بدنا نخلي بيتنا ويعني كل شي شغلك وهذا قال عيفي كل شي. قال جيبي اولاد، لك قلت تجيب يعني لبس اولاد يعني. ابوك قال لا ما بدي ولا شي. قال لبس تشتري من عفريت مشان نروح على الضيعة. اي والله. بعدين والله بكيت، قلت انا ما بدي اروح. شلون بدي اروح؟ تمام. إيه ما بدي اخذ اولادي، ما بدي اروح على الضيعة. قال ما بصير، قال بدنا نطلع من هون. قال يعني بدنا نموت، بعدين يموتوا اولادي نحن بنموت. قال بده يصير حرب. ايه بعدين طلعنا ورحنا على عفرين. ما اخذنا شي معنا ولا شي، ما خلانا ابوك. اعطاني مصاري ورحت على عفرين. رحت اشتريت لاولادي كل شي، لبس والداخلي والكل شي اشتريت لهم، كانوا كلهم صغار. اشترينا وحطينا بالبوغاج وطلعنا رحنا الضيعة. رحنا على الضيعة وقتها. اي والله. رحنا الضيعة، بركنا بالضيعة. كان وقتها عند أبوك سيارة. السيارة كانت لونها بيضة، هلا عم بتذكر. شويش شويش كان ما في شغل بالضيعة. مصرات اللي معنا عبروح، كنا بنروح نجيب أكل خبز. بس وقتها بابا باع تقريبا 5 بيوت. ايه بروح ظل ما بشتغل. إذا ما جبت يا ابني إن شاء الله بأدى البيت. وقتها أبوي باع تقريبا 5 بيوت، جمع شي 13 مليون بهديك الوقت. طبعا كان الدولار كان الدولار ب 45 لسه كان. ايه اي والله. يعني 13 مليون يعني ثروة. يعني كنا ما محتاجين الحمد لله. ايه. الله لا يحيجنا لحدا ولا حدا يحيجنا كمان يا رب. ايه كملي. الحمد لله. المهم رحنا الضيعة، أبوك جاب طحين، يعني كم كيس؟ 5 6 هدول برميلات شوال. ايه شوال. وجاب برميل كمان. ايه هذا البرميلات الأزرق هيك اللاستيكي. ايه جاب 2 عبيتهم طحين. قال بده حرب، بده يقطع الطحين والخبز. ايه والله. فضيت جوات البرميل شوية ملح تحته. كل كيس افضي حط له شوي ملح، كل كيس افضي حط له شوي ملح، عشان ما يدوب هذا مشان الدود. الدود شي هيك. وغطيته مشان ما تخرب كمان. ايه والله الحمد لله. ايه. المهم عبينا هالبراميل كله طحين. الخبز ما بعرف اسوي، كنت بصيح لهاد لهاد كنت ما بعرف والله. للقرايبين وللجيران. لا قرايبي ولا جيران. ما كانوا يساووا، بدهم مقابل كانوا. ايه ايه كملي. بعدين كنا بنروح على البازار الرجو نجيب اغراضنا. كنا بنروح على البازار كل مرة بيروح كومة مصاري، يروح. بعدين قلت لأبوك تعال نروح على تركيا، خلي ولادنا يروحوا يشتغلوا، المصاري ضال قليل. إذا يخلص المصاري هون والله منموت من جوع. منروح ما منروح. بعدين قلنا نفتح الدكان بالضيعة. صح. وقت قلنا نفتح الدكان، بس هذا شو اسمه السمان. بنجيب شوية أغراض نحط بالدكان، ارزق على الله. أبوك سوى دكان، جاب درابية وجاب كل شي يعني. خلصنا نفتح. وجاب الطاولة. بعدين غيرنا رأي، قلنا ما بينا نيجي فوق هذا على البيدر
فاتحين هنيك دكان عيب، يعني حسبنا حساب. بعدين أبوك قال والله اي والله. بعدين أنا قلت رزق على الله. طب الدابع بيفتح الدكان، مو كلهم جنب بعض جنب بعض، رزق على الله. تماما. قلت له نفتح خيوم توكل على الله. لا أبو ما رضي. ما رضي. قال في سمان ثاني فاتح لأنه أم نفتح قرايبين بيجوا لعنا، نعطي لهذا بدين لهذا بدين، ما بصير. إذا بتعطي ما بصير، ما بتعطيه ما بصير. ما بنعطيه ما بصير. أيه. بعدين قلنا ما بنفتح الدكان. ايه اي والله. بعدين طلعنا هذا على تركيا. وهذا أول شيء أنا وبابا طلعنا. أول شيء أنت وأبوك رحتوا، أما نروح نشوف الجو شلون، بعدين بجي باخذ أولاد ومنروح. قلت له روحوا. راحوا والله ضلوا أسبوع. نحن في عنا قرايبين بتركيا. ايوه. ضيعة اسمها إنجرلي. أول ما بنروح بنوصل على الضيعة، هديك الضيعة ايوه والله. بنقرب على الضوء، كان دنيا ليل. فأول ما بنقرب على بيت فيه ضوء، هيشاكون بيجي الكلب علينا، بيهجم علينا. هو قال جالس مكانك وخليك ماسك الحجرة. المهم فوقتها لحتى طلع صاحب البيت ومعه بومبكشن، صار يحكي معنا مين هون. فنحن قلنا نحن سوريين. عم صار يحكي بالكردي معنا وقتها. قال انتم من وين؟ قلنا لهم نحن من ضيعة الديك. اي والله. اي والله. عم بعدين قال انت ابن مين؟ ابوي كان يحكي طبعا. قال انا ابن فلان وفلان. عم نزل السلاح، قال تعال انت قرايبي. ابوي قال لي بعد الكلاب يا زلمه. طلع قرايبينا هو مختار الضيعة. اي والله طلع المختار هو. ايوه. عم بعدين ضلينا عنده ما تركنا 3 ايام والله ما تركنا. بعدين اجوا. ايه يعني شوفي على الصدفة سبحان الله. اي والله يعني. أول مرة بندوس تركيا. اي والله. بس هدول قرايبينا يعني بالعادة بالسنة مرة كانوا بيزورونا يعني. كملي. بعدين والله كان في عنا شقفة في الأرض، فيه يبرق وفيه كم شجرة زيتون. أعطيناها لابن خالتي، وهن ابن خالتي ومرته جي بنت خالتي كمان. أعطيناهم. مرته جي. حلوة هي. مرته بنت خالتي وجوزها كمان ابن خالتي. أيوة. المهم أعطيناهم الأرض وطلعنا من الضيعة. بعد إيمت بعد 7 أشهر يعني ضلينا بالضيعة. بعدين طلعنا من الضيعة ورحنا بدنا نروح على تركيا. أخذنا معنا زيت، زيتون، مونة، كل شيء مو مشات في إيش في مونة أخذنا. وكمان أخذنا معنا مقص طبعا الورشة تبعي. إيه المقص الورشة تفصيل أخذنا معنا. كان عندي مقصين تبع تفصيل للورشة. فكنت حبهم كثير، ما كان فيني استغني عنهم. لما خطر معي على تركيا. المهم ايه رحنا في واحد بده يمرقنا بهالطريق تهريب يعني. عندي بنات أولاد عندي، وصار دني بده يعني يروح لهذا الشمس. راح الشمس خفنا برية. كان هو عبراعي الغنم. شلون الله هيك زت بقلبي ما بعرف. بده ياخد مصاري، بده يمرقنا. أنا قمت قلت يا ربي نتوكل على الله، ليش هذا بده ياخد كومة مصاري؟ نحن بنمرق على الحدود، إيش بده يصير؟
قلت له قوم لابوك، ما رد عليه. قلت له قوم، ما رد. انا قلت لاولادي انتوا تعوا وراي وخلي ابوكم ضلوني عند هذا الراعي. تري حيشكن عم بتضحك علينا هذا الراعي، بده ياخذ المصاري. قمت والله رحت وجو ولادي، حطيت هالاغراض على راسي. كل واحد شال شيء، والله طلعنا ما شاء الله. شلت هيك التيل ورحت انا، دخلت بحدود تركيا. دخلت ولادي وراي عم يمشوا، بعدين اجى ابوه كمان، هو كمان دخل. وطلعنا مشينا مشينا مشينا، الحمد لله ما صح يعني ما في شيء. بعد ما وصلنا النص هذا ما شفت عسكري عم يحكي. انا بوصي لابني، قلت له يا ابني اذا حكى، اذا بده يسبوا ويحكوا كلام لا تحكي، نحن داخلين بارضه. قال ايه؟ قلت له يا ابني لا تحكي، اوعى بعدين موتونا. دوم كنت اوصي ولادي. اجا والله الشرطي. انت عم توصيني على طول. ايه واجا الشرطي وانا ما بعرف احكي ولا كلمه. بحكي معه بالعربي بالكردي. المهم اخيرا انا قلت له يماك يماك تشكلار يماك، هيك انا حكيت معه. اخذوا منا كل شيء. اي والله كم ليره كمان معنا كان بين الاغراض، وهالكيس كمان اخذوا مصاري كان فيه. المهم ما ضل عنا غير رحمة الله. جينا أنا الدوم خايفة وعم ببكي، وولادي كمان عم يبكوا الصغار. بعدين اجا واحد عم يحكي معه، عبوليا وتشكلار، مرقهم يعني عطيهم خلي يروحوا، يعني ايش اسمه، هنيك حرب، وين بده يروحوا يعني جايين هون. والله هلا لقيت بدكم تروحوا على سوريا ولا على تركيا؟ لا. قلنا على تركيا. ايه عم يحكي لابوك روح. ابوك وين؟ قال يا سوريا لا تركيا. ابوك قال له لا تركيا. قال يلا جيت تركيا. رحنا مشينا ما شفت العسكري عم بيجيب، يعني بينه وبين العسكري كتير في هذا شي 100 متر مشينا. لك. ايه وصار يصيح وانا خفت والله بالصراحه. قبله قلت والله واقف، ايش بده يساوي يعني بده يموتنا؟ والله وقفت انا قلت له لابني يا حمودي هذا صحنا، ايش في ما بعرف، يا بده يبعثنا على سوريا يا بده ياخذنا على السجن، لا تحكي. قال ايه امي. والله اجا العسكري قال تعوا أبلة. جيت قلت له لابني كمان، واجا ابوه كمان. ولا اجا قال تعوا خذوا غراضكم. اي والله طلع ابن حلال الحمد لله رب العالمين. تعي يا أبلة خذي غراضك وتيسروا. راح جابنا كل الاغراض، حتى المقاص التفصيل كمان اخذوه، عطونا كل شيء عطونا. قال تعالوا خذوا والسوا. والله العظيم حتى كان معنا مروحه تبع الصيفيه. في انسان كويس والله الحمد لله رب ما شاء الله. كان معنا اغراض كثير، نحن 11 شخص، قومة اغراض معنا مونه كامله، معالق، زيت، كل شيء مراوح، مقاس تفاصيل، زيت، بلغور الى اخره يعني. والله اجا الولد، اجا الشاب لعنا قال خذوا اغراضكم يا خالد. اخذنا الاغراض بس ايدك والله العظيم. وطى حاله قال الا ما بدي ابوس ايدك. انا ما خليته. اي والله صرت ابكي.
قال لا تبكي، روحوا الله معكم. وساعدني بالغراض بالشيل كمان والله. الله خليلهم لأهلهم، كل إنسان كويس الله معه والله العظيم. امين. إذا الإنسان كويس ما في بالدنيا، الدنيا تنخرب يا أولاد. تماما. والله الحمد لله رب العالمين. والله أعطونا أغراضنا وساعدونا وجينا عبيت قرايبينا. بعدين أخذنا حوش، بركنا، بسطنا والله، بسطنا والحمد لله رب العالمين. بعدين أولادي راحوا على اسطنبول، نحن بركنا بالقرخان. أنا قرخان كتير كتير حبيتها. مثل سوريا، اجواء إيه سوريا. كل شيء كل شيء. أي والله. تمام. المهم أولادي راحوا اسطنبول، نحن ضلينا بالقرخان. أولادي هنيك عم بيشتغلوا والحمد لله نحن كنا بالقرخان. أخذ دكان، يعني اشترينا الدكان، اشترينا دكان، فتحنا هنيك السمان. ما بصير على اسم أبوك، هذا قرايبينا يعني هنيك. ابن خالته لأبيه. ايه عمو لبنتي بتصير. المهم اخذنا دكان واخذ على اسمه، فتحنا دكان سمان وما شاء الله كان يشتغل والله. صحيح انا كنت ما بعرف بالحساب، يعني ايش قد هالقطعة بشلون. كان يروح يجيب اغراض حنان، كان يقول لي تعي هاي مثلا باكيت قرواز. نعم وين هالايام. قال هاي بليرتين ونص مثلا، ليرتين ونص تركيا. وقتها كان ليرتين ونص إيه. ليرتين. قال هاي بليرتين، هذا بليرة ونص مثلا. قلت له ايه شاي ليالينا ليالينا. اي والله كرتونة نص كيلو كيلو. كان يقول لي هذا ما بعرف ب4 ب5. ايه. كان يقول لي هيك ما بتذكر. قلت له خلص عرفت، لبين يروح يجيب البضاعة ويجيب. اجا واحد على الدكان قال والله بدي باكيت قرواز، يعني كروز. يا ربي قلت اعطيه الكروز، ما بعرف بالحساب الكروز بش قد يجي، وبالتركي كمان ما بعرف احكي. ايه. قلت له يا اخي تعطيني كل الباكيت بدي ابيع لك اياه يصير عندك كروز، انا غير هيك ما بعرف. ايه. قال لي ونيا أبلة مقول أنا ظلم هيك. أنا قلت له أنا ما بعرف إيش أسوي. مين باكيت بردم بارا، مين باكيت بردم بارا. والله الزلمة عطاني كل باكيت ليرتين ونص، كل باكيت ليرتين ونص. بعت له الكروز هيك أخذت منه. اي والله. كنت هيك أبيع بوحدة بعرف، تنتين بعرف، مثلا تنتين أبيع ب5، وحدة بليرتين ونص. ايه. قلت والله أعطيه كروز ما بعرف بالحساب ولا بعرف أحكي كمان. قلت أبيعه كل واحد واحد. والله الزلمة فهم مني، وبعدين لبين فهم مني يا حرام، هو جن وأنا جنت. ايه والله. شلون أنا فهمته؟ أعطيته هيك باكيت وطلعت مصرات بالهذا بالدرج. بعطيه باكيت بطلع مصرات. قال ها. قلت له ابت ابي بان فيردم باكيت وبعبت. والله كنت هيك ابيع. مرة اجى عندي يعني الزلمة كان بالعمر. اي والله. اجى لعندي قال بدي قبل ابا باكيت بار، ماكو بار يمك بار خبز كل شيء. ايه. الخبز يعني هيك. قلت له والله ايش دافع مولادا يا ربي. قلت له الربطة
ربطة خبز ما بعرف كم بالشهر، رخيص كان. نص يورو يمكن، نص ليرة تركي أو كان تقريبا نص ايه ليرة. هيك كان. قلت شلون بدي اخذ منه، هو كم ربطة بده؟ قال بدي 4 ربطات. قلت له هات حق 4 ربطات. كنت احط على الطاولة احسبه هذا نص ليرة ولا ليرة شات، بعرف هيك. والله عطيته، وعطيته شاي كمان، و4 باكيتات قرواز، 2 جيتان كمان عطيته. لسه ما اخذت منه مصاري، عم بعطي ما عم باخذ مصاري، عم بحط فوق الطاولة. قال في صابون غار، قلت له ايه في. عطيته كمان لوحتين صابون غار. اي والله. بعد ما اخذ وجبت كيس، كان كيس مع الزلمة. بعدين حكي معي بالكردي، الحق هالغراضك ما بعرف طلع 70 ايه شاد ما بعرف. الى اخره. قال يا بنتي بيتي هنيك. وين هنيك؟ بس قال لي هنيك. بدي اروح عند المرة ايه افرجيهم هالصابونات واجيب لك المصاري واجي. اي والله. وصحتين وهنا على قلبه، وعلى قلب أمة محمد كمان، وعلى قلبنا كمان. امين. والله. وبهالدنيا وهديك الدنيا حلال عليه، في موت في حياة. المهم قال درية عند هلا قهوة شفتيه؟ قلت له ايه. قال بيتي هنيك بهالشارع. قال بس اروح عند المرة افرجيهم هالصابون واجيب لك مصاري واجي. والله العظيم بحكي لله. قلت له ايه معلش يا عمو روح. راح عم بطلع لبرا، يجي زلمة، يجي زلمة يا حرام ما عم بيجي. والله العظيم برحمة أبوي لو اللي كان ما في معي كنت بعطيهم الساعة زيادة والله. بس ما قال. اي والله. وحلال عليه بهالدنيا وهديك الدنيا. المهم الزلمة راح وما رجع، وفي دنيا موت وحياة. أنا بهالدنيا وهديك الدنيا سامحته، بالآخرة وبهالدنيا كمان. اي والله. وصحتين وهنا على قلبه، قلبكم وقلب كل الأمة محمد وقتها. امين. أخذ كتير هذا غراض عندي. اي والله. بعدين اجا ابوك حكيت له قصة وصار يحكي ابوك. قلت له ايش في الدنيا خرب يعني؟ انا بعطيك حق الاغراض خيو، ما عندي شيء، اولادي عم بيشتغلوا هيك. اي والله حكيت. الحمد لله. قال تاني مرة لا سوي هيك. قلت له ايه. وهالمرة الشاد عم بدور على هالزلمة والله، مش انا اخذ منه مصاري، لا والله. قلت يعني كمان عطيه خبز، ايش لازمه؟ اي والله ما لقيته خيو، ما لقيته. اي والله راح الزلمة. بعدين شي نهار اجا الشاب، كان نوع القرواز فيه ونوع تاني كان فيه اصفر واحمر. ما بعرف، لا اثنيناتهم احمر. ايه المهم قرواز الاصلي هذا والقرواز تمام. هذيك. في القديم الاصلي، في الجديد، تمام تقليدي. ايه ابوك هذا حقه ليرتين. تمام. وين ابوك راح على الكلس ايوه هذا يجيب البضاعة، وانا مبسوطة ما شاء الله ببيع. واحد لا يكذب، واحد بحكي لله أنا ايه أبيع وأخذ المصاري، وأبيع وأخذ المصاري. الحمد لله كان خير الله كتير. والله يرزقنا ويرزق الجميع يا رب. امين. الله يبعث رزقنا ورزق أولادي ورزق أمة محمد كمان. امين. والله أجا الشاب قال بدي كروز هذا القرواز.
قلت له ايه قرواس؟ كان هنيك الفوط طاولة الكروس. استوى الشاب اخذ الكروس هذا، مو القرواس الثاني مثله احمر. ايه شلون بدي اعطيه؟ اخذ وقته 3 كروزات، كل الكروز حقه 65 يعني 35 خمسة، ايوه 35. عطاني حق الكروزات 3. قلت له تعال هون، انا ما بعرف بالحساب يا ابني. 105 لازم كان انت تاخذ تعطيني مصاري بان حساب. قلت يوق ما بعرف، تعال هون واعطيني مصاري هذا الباكيت وانا بعطيك شلون بدي اعطيك. اعطيته 3 كروزات فردا فردا فردا، كل فردا اخذ منه مصاري. اي والله. بحكي باكيت. ايه كل باكيت، كل عطيه الباكيت باخذ منه 2.5 2.5 لا يا ربي 3 ونص. لا هذا شو اسمه 2. بعدين هو استوى اعطاني 2.5. هذا ما عم ياخذ تبعية 2.5، عم ياخذ 2. لك عبقول له ابي ما بصير ما بفهم مني ده ايش اسامي. هو بدفع 2.5 بعطيه باكيت، 2.5 بعطيه باكيت. اي والله 3 كروزات هيك بعتهم. وكنت يلا هذا كان يشتغل الحمد لله، كان رزق كتير، كنا موفقين. اللي ما بخافوا والله كتير، الحمد لله رب العالمين. بعدين قالنا نروح على اسطنبول، وانا ما بريد اروح اسطنبول، ما حبيتها. قالوا اولادك هنيك، قلت له اولادي عم بيشتغلوا كل شهر شهرين بروح بشوفهم بجي. اي والله. بعدين اخذنا هنيك حوش. انا وصلت هنيك على اسطنبول سبحان الله، قالوا في بازار هنيك باسطنبول. قلت يلا بنروح اشوف هالبازار هون يلا. رحت على البازار، اسمه بازار جينجونا. رحت والله هذا البازار شو مستعمل. وصلت على البازار سبحان الله، الله يسترنا ويستر الجميع. ما شفت العالم كله قاموا وصاروا يعيطوا يا لطيف. هو ابوك شيء وين ابوك؟ ابوك ما ابوي للجامع واقف والعربانة معه، مو فاتحين نحن بالدكان باسطنبول. كان يجيب يعني معه الاغراض يبيعوا بالبازار، مثلا زيت مو اغراض امور سوريه. ايه ما شفت مونه سوريه. ايه العالم عم بعيطوا عم يبكوا. انا سحت لبنت خالتي الله يسكنها بالخير، قلت لها يا لمعان، قلت لها ليش هدول عجب عم بعيطوا عم يبكوا؟ عجب ايش في؟ يعني هون في قنبله؟ قال له والله اذا في قنبله نحن رحنا فيها. ايه والله. صرت ابكي وبحكي مع ابوك. قلت له لابوك انت جبتني لهون، انا كنت ما بدي اجي، روح جيب اولادي، بدي اخذ اولادي وانا اولادي من اروح. تيري الارض هذا زلزال. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. وين؟ قال والله عم نهز، عم بطلع ما في شيء ناس. والله ما حسيت. ما حسيت. بعدين شفت الزلمة عم بعيط على ابوك، قال هذا تبعية الجامع بده يوقع. لك والله ما عم بالنادى، ما بحس، ما في هزة الأرضية. وصرت أبكي وبدعي وهنيك عبقول أولادي هيك كمشت بابوك، قلت له روح شوف أولادي.
الأرض عم بنهز وأنا ما بحس. واحدة مرة يا حرام ليك راحت، قلت ماتت هاي، ايش صارت؟ من خوفها يا حرام اسحفوها اخذوها، وكل عالم عم يبكي وعم بدعي لربهم، عم يبكي عم بدعي لربهم. بعدين قلت له لابوك ما بدي ابرك الاول، اخذني، ياخذني خلي اموت بالحرب احسن اموت بالزلزال. اي والله. بعدين رحنا على القرخان كمان رجعت. هالحكي ب 2012 13 ايه كمان رجعت كمان يلا صار كمان رحنا على اسطنبول. أخيرا قلت أنا بدي أروح ألمانيا، بس ابني يعني ما تصدق، هو ما بيلي عم بحكي. قلت أنا بدي أروح على ألمانيا. إيش حكى أبوك؟ قال إذا أنت مرة بتروحي. قلت له إذا أنا رحت إيش بدك تساوي؟ بدي أروح يعني بدي أخلص حالي هون، أطلع من هون. قلت زوات رحت خلي تكسر إجري. أنا حكيت مع ابني قلت له أنا بدي أروح على ألمانيا، أنت تدبر المصاري طبق لي إياه وبدي نطلع. أنا ومين؟ أنا ومرت أخوي. سبحان الله، كان مقابلنا في بازار، بنت خالتي جت لعندي، هي معارف الله يذكرها بالخير كمان. قال تعي يا إلهامي، نزلنا لتحت بركنا حكينا شوي، شربنا كل واحدة سيجارة، أنا بدخن بحكي أشكرك. قلت لها يا سعيدة، قلت أنا بدي أروح على ألمانيا. تعرف الصبر إيش حكت معي؟ يعني تصور إيش حكت؟ ايش قالت؟ قال تي قال أنت بدك تروحي على ألمانيا؟ قلت لها إيه أنا بدي أروح على ألمانيا. قال والله اللي بقول أنا ما بيحسن يروح على ألمانيا. قال شلون بدك تروحي على ألمانيا؟ انت بتخافي من ظلك. إيه. قلت بإذن الله هيك يا حكي، قلت بإذن الله بدي أطلع أروح على ألمانيا أخلص أولادي وأخذ أولادي كمان. ما صدقتني. قال أنت هالمرة بدك تروحي على ألمانيا؟ قال ليش ألمانيا هيك بس بدك تروحي؟ قال ألمانيا كتير بتكلف. قلت لها عمره تكلف ولا ما بتكلف؟ المهم بدي أطلع. نفس هالنهار اللي حكيت معها سبحان الله رحت على السوق اشترينا أغراض وجيت على البيت. جيت على البيت الساعة 11 12 كان بالليل، دق التليفون، مرت أخوي دقت، قال تعي يا إلهامي بدنا نطلع بنروح على الإزمير. ليش؟ خير إن شاء الله. نفس النهار اللي حكيت قال بدي أروح على ألمانيا. سبحان الله. ايه الحمد لله الله يسر معي ويسر مع أولادي كمان ويسر آمين. مع أمة محمد. امين. نفس هالنهار سبحان الله الله يعني فتح الطريق قدامي. قلت لها بجي والله يا مرت أخوي، ليش ما بجي؟ يلا حكيت مع ابني أعطاني مصاري وصرت. أبو محمد كان يحكي أبوك ايه يحكي ما ردت. بس أنا زعلت لمين؟ لسليمان وبنتي روخاش، كانت صغيرة، أولادي كانت صغار. هاي بنتي كنت يعني وين أروح كانت معي دوم، هي وسليمان كانوا صغار كثار كتير صغار. كثير. ايه صار يبكوا وأنا كمان بكيت. بعدين طلعت قلت يا ربي أنت بتعرف أنا ضحية بيتي وولادي، يا رب أنت العليم وأنت السميع يا رب.
قلت اروح اصل هنيك بالسلامة. والله طلعنا رحنا نفس الليل الساعة 12. رحت على الثانية هذا على المريم تبا. نحن بيركين بالسنيور نحن. كنا بأسانيور رحتي ايه على بيرام تبع ايه. اخوي شو عملتوا هنيك؟ هنيك رحنا. على الخالي يعني ابوي ها؟ الله يرحمه، يرحم كل المسلمين الميتين، ويرحم ابوي كمان ويرحمنا ويرحمكم. آمين يا رب، الله يرحمه. امين. ابوي قال يا بنتي روحي، قال لي روحي خلصي حالك وخلصي ولادك كمان، الله يخلصنا يا رب. بركنا الساعة 3 بالليل، اجا التليفون لأخوي هذا التاجر بده يطالعنا، قال تعالوا اليوم الساعة 5 بدي أطالعكم مع الجروب. طبعا هالحكي ب 2014. نفس يعني الناس سبحان الله نفس حكيت أنا نفس اليوم. ايه شاد الساعة 3 بالليل، وش الصبح؟ مو مش الصبح. 3 طلعنا من المدينة تبا، رحنا على إزمير. وصلنا على إزمير الساعة 6 7 ما بعرف. وصلنا هنيك وجا التاجر واخدونا بالصالون، ولا كراسي فيه ولا شيء، بس دحشونا قالوا اطلعوا. مثل براد. المهم دخلنا. وين رحنا على الأوتيل. قالوا هون تبركوا لبين يجيوا القلف الثانية ببعتكم. بعدين أخوي علي الله يذكره بالخير حكى معه وقال هيك ما بصير. قال على أساس ما أنت دقيت لي التليفون تاعك بدنا نطلع، ليش أنت طلعت هدول ما طلعنا؟ قلت له معلش بلكي هيك يا خير يا أخوي عيفهم. نحن قالوا أنتوا بتناموا هون الليل ليلتين. قلت لنا خلي يمشي بخير وسلامة معلش. المهم ضلينا هنيك الساعة 3 وش الصبح اجا التليفون 3 4 ما بعرف. قال يلا يا علي بدكم تطلعوا. ايه قلنا نطلع. قال اشتريت أغراض، اشترينا أغراض كمان، كل شيء اشترينا. المهم طلعنا الساعة 5 وش الصبح. طلعنا رحنا وين بدنا نروح على الجزيرة عشان بدنا نروح على اليونان. وأنا عم ببكي، أنا بخاف، أنا بحكي لله أنا خويفة بخاف. أنا بعدين أنا ببكي، مرت أخوي وأخوي هدول عبولوا ليش أنت عم تبكي؟ بخاف أنا بدي أروح بالبحر. صرت أدعي أدعي وأدعي هيك. بعدين هذا الشوفير تيري عم بسمعني. اي والله قلت يا ربي أخيرا، قلت يا ربي أنت بتعرف حالتي يا ربي. أنا طلعت من البيت بدي أخلص حالي وخلص هالأولاد بالشغل تركيا. أنا ضحية أولادي يا ربي ساعدني يا رب. هيك أنا بعد بدعي لربي. بعدين وصلنا على الجزيرة. ما شاء الله ما طولتوا يعني. ايه نص ساعة يمكن أقل من نص ساعة. وصلنا على الجزيرة. الشوفير قال لي يا أختي يا وصلتي. ايه والله قلت بلكي تركي ما بفهم. أنا عم ببكي بدعي هو عم بسمعني تيري. الروح يا هالدعاء أنت عم تدعي لربك. قال إن شاء الله بإذن الله بدك هيك تصلي بخير وسلامة. اي والله وفعلا يعني ثلاث أرباع ساعة أقل من ساعة ما شاء الله.
دخلت بالبلد، وصلت على جزيرة اليونان، وما بهدي، عببكي وعببكي وعببكي. والله الشباب ما هوني، الله يخلي لهم لو أمهم، والله يرضى عليهم، والله ما خلوني. بس حدا كان ما بخليك انت حدا يحرك حاله بالبلد، ما بخليه. اذا حدا بده يحرك بعيط، بقول لا تحركوا حالكم، لا تاخذوا نفس هيك صامدين، خليه ثابت. اي والله. انا خفت من واحد الله يذكره بالخير، هو اللبناني كان اي والله. مين هذا، شو اسمه؟ ما بعرف، إيه. سمين يعني كثير سمين، إيه. سبحان الله. انا شلت لمرت اخوي قبل نطلع بالبلد، قلت يا ربي ان شاء الله هذا ما يطلع معنا، اذا هذا بيطلع معنا البلم راح، نحن رحنا. والله وان شاء الله هيك هو، وضل يعني هو اذا طيب، وانا عم بحكي، وان شاء الله الله يذكرهم بالخير يا رب. مرته سبحان الله كان ما بيهمه، لك بحر هذا طريق الموت. ما شاء الله الحج معي هو. إيه. مرته كان ما يهمه، حتى النظارات كاني رايحة على السيرة مرته وهالعلكة، وأنا عم ببكي وخايف من البحر وخايف، وهذا بده يركب معنا وخايف البلد، شلون بده يقلب تحته، نحن كلياتنا بدنا نروح. والله اجى دخل، نحن رحنا هنيك على الصدريات وشي كله جهزنا وسوينا. طلعت هيك هذا الزلمه سمين، والله وكع اللبناني، الله يذكره بالخير يا رب. دورنا ايه، قلت له والله يا مرت اخوي هذا راح السمين يا حرام. اي والله. قال وين راح؟ بقول هذا ما في، اكيد رايحين مع هذوليك الجماعه، ان شاء الله بوصلوا بخير. دعيت لهم كمان والله، قلت له يا ربي رايح وان شاء الله بوصلوا كلياتهم بخير وسلامه، وانا كمان اوصل بخير وسلامه. ما شفت تيري هو وين؟ تيري هو بين الشجرات، عم بيجي شويش يا حرام. والله طلع بين الشجرات لابس صدري، بس صدريه سبحان الله يعني شاد سمين، كتير سمين. اجا الزلمه وعم ببكي، وعم بطلع عليه وعم ببكي والله. عم بتخيل شلون يعني بلا بده ينقلب وشلون بدنا نموت. هاي الله. وعم ببكي عم ببكي. اجا وين بريك فول هذا البلم، هذا هيك بالقدام الواجهة. ايه، لك بروك بالنص ما يبرك، إيه. بروح بينك هنيك بخش بنزل. يا الله، لك عبول يا اخي، لك والله بدنا نموت، تعبرك هون، بدي اعطيك محلي خيو، تعبرك بس نوصل بالسلامة. يا حرام، بروح كمان يبركني سمين وبلم، شو بلم هذا بزحلت يبرك فيش كمان ينزل. يعني بالاخير عيطت وبكيت، عيطت وبكيت، قلت له بدي اموت بدي اموت. اي والله. ومرته معي يمه هالنظارات وهالعلكه، عم بتطلع هيك كاني رايحه على السيره. اي والله. لبين وصلنا على جزيرة اليونان، وصلت هنيك بدي انزل بالبلم ما بحسب، يعني كتير من خوفي ومن وجعي، ما في مكان يعني الزحمة هيك، وكان
يعني رجليهم ايديهم كلهم هون بدل بالبلاد. صغيرهم أي شخص انتو. لكن وما بحسن أقوم، ما بحسن أطلع من بلا. يعني كلهم عم بيقولوا لي يا خالي وصلنا الحمد لله بخير وسلامة، الحمد لله على السلامة. وعم ببكي وعم ببكي عم ببكي يعني من خوفي من وجعي. بعدين اجوا والله لعندي، وصلنا لهنيك كل الشباب هنيك كانوا قال والله مقطوعين من دخان. كان معي أخذت معي كروزات باكيت الجيتان الراحة. قلت له تعوا يا ولادي وصلنا هون بخير وسلامة الحمد لله. ضيفتهم لكلهم. كان هذا الشوفير البلا فلسطيني هو كان. اي والله كل انسان كويس الله معه. والله يحن علينا ويحن عليهم ويحن على أمة محمد. أعطيته لاله كمان باكيت صحتين وهنا على قلبكم وقلبهم. قلت أنا وصلت لهنيك اشربوا صحتين وهنا على قلبكم. بعدين طويلة لبين وصلنا على ألمانيا الحمد لله. احكي لنا وقت ضعتي وقت ما بحسن قلبي بنكمل يوجعني. بغير فيديو. هلا لهون وصلنا على اليونان. على اليونان ولبعد اليونان رح ننزل نتابع ويتبع في فيديو قادمة إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا ويعطيكم لا العافية. تنسونا باللايك والاشتراك. لا تنسوا بالاشتراك، شاركوا القناة. شاركوا باللايك هالكتابكم الكتابة بتكتبوها كمان. يسلموا هاليديكم والله يوفقكم ويسعدكم. آمين. واهلا وسهلا فيكم وتصبحوا على خير. تلاقي الخير حبايب. ما تنسوا لا تنسونا. اي حدا عنده سؤال يكتب بالتعليقات. نحن رح يكتبوا نرد بفيديو ان شاء الله نجاوب باذن على الله. كل الاسئله. وفي حلقه قادمه اي والله الماما رح تكمل القصه كيف هي عم تغامر من اليونان على تركيا وكيف بتضيع وتفاصيل مؤلمه وحزينه ومضحكه بنفس الوقت يعني. اي والله ضلوا بخير تصبحوا على خير. بتلاقوا خير كمان. بنقول يا رب الحمد لله على كل شيء. الحمد لله ألف حمد وألف شكر وبحمد ربي وحمد لله رب العالمين. الحمد لله. للصراحة يا جماعة الله يوفقكم ويسعدكم. أنا في من الساعة 5 الساعة تقريبا رح تصير 10:30 المساء. بكرة الصبح كمان عندي شغل يعني. هلا بس بدي طفي وأنا ديريك على النوم على الفرشة. لا نوم الهنا يا ولادي. الله يهنيك يا أولاد. نوم الهنا يا مشاهدين كمان. أهلا وسهلا فيكم. الجميع يا رب. تصبحوا على خير. أنت بخير يا روحي. الله معك. هلا كملي العنجور تبعك. نكمل. ما كملنا والله. أيوة. لا ضل عنجور لا ضل شيء. أيوة. الحمد لله. بس أنا أكلت الخيار. أكلت شوي جارونها كمان. كله نعم. هلا بناكل وحدة عنجور وبعدين شو؟ عن النوم. إيه. قلت لي هذا السمين بس يركب بالبلم راح نغرق. اي والله يا حرام. الله يذكره بالخير. امين امين. والله كان ما في منه. يا جماعة ما حسينا بالوقت. تقريبا الفيديو صار ساعة. ف إذا رح نكمل كمان على ألمانيا والخالة كيف غامرت وكيف ضاعت وكيف في تفاصيل يا جماعة. تفاصيل مؤلمة كتير. وفي تفاصيل كمان بالمقابل يعني كوميدية كتير بتضحك كمان. ان شاء الله بحلقة الجاي. وهلا رح نقول لكم خلصت مسلسلة العائلة. اي والله اودعناكم بخاطركم.